حفيظ دراجي مذيع بين سبور بعد 18 سنة من العمل أنا في قطر، يعني طردوه من التعليق لأن الوسائل اللي راهي تخلط كثير، هم مطرود من التعليق دائما في البين سبور. لماذا هذا الشيء؟ أنه ظهر بتعاطفه مع إيران. مع الدراجي أنا نقف مع حفيظ الدراجي كجزائري، نقف معه أكيد 100%. أنا ما ندافعش عليه لأن على بالي باللي رخيص صراحة. هذا الإنسان ما يتعاشرش، يدخل روحه في كلش. هذا معلق رياضي يا خوتي، تدخل روحك في أمور، تدخل روحك في المغرب، تدخل روحك في الركراكي نحو لا. أنت رياضي، الأمور السياسية أبعد. تالو هالصحفيين المغاربة لا أنا معك سعيد. اليوم كان أمور خارجة عن الإطار الرياضي، وأنت كرياضي أنا رأيي الإنسان يكون شوية يبعد شوية على الحساسيات. الدراجي الخائن. شوفوا خوتي، هذه تاع انا معليش وتسمى مع البرانيه ندافع على ولاد انا الدراجي ما نعتبروش وليد بلادي، عنده جنسيه جزائريه بس ما نعتبروش وليد بلادي، ماشي اللي ندافع عليه نهائيا. صراحه بينه وبين الشوالي اللي تشفاو له ولا عصام ولا الشوالي الله اعلم، عندها واحد 4 سنين ولا ما تشعلت بيناتهم، ما دخلش وخرجوا الناس قال لك معليش ندافعوا عليه وليد. انا ما ندافعش عليه لان على بالي باللي رخيص صراحه. هذا الانسان ما يتعاشرش ضد بلاده، ما نقدرش ندافع عليه، مستحيل انا ندافع عليه. يدخل روحه في كلش. هذا معلق رياضي يا خوتي، ما يطلق بلاده على السياسه، ما يطلق بلا ما يشد. انت وظيفه تاعك واش وظيفتك؟ انت معلق رياضي، ولكن انك تدخل روحك في امور، تدخل روحك في المغرب، تدخل روحك في الركراكي نحو لا كيجي يسبوك تقول لك تدافع على ندافع على جده. هو راه يدخل روحه في بلدان الناس. فهمت واش حبيت نقول لك؟ ما انساش باللي عنده تهمه خطيره على جمال بلماضي باللي راه رفع شكوى عند الفيفا وراه يطالب ب 7 ملايين يورو، وراهي فاتت الفتره عامين. لو كان ما تشكيش عامين ماتت القضيه في بلماضي، وما شكاش عامين، ما تكلم مسكين ما والو، عامين ما شكاش. يعني تهمه توسيخ تلطيخ الناس. حفيظ دراجي مذيع بين سبور بعد 18 سنه من العمل، هاولي عمل 12 سنه كذلك في 20 سنه في قطر. يعني ما نقولش طردوه، يعني طردوه من التعليق لأن الوسائل اللي راهي تخلط كثير، هم مطرود من التعليق دائما في البين سبور. لماذا هذا الشيء؟ أنه ظهر بتعاطفه مع إيران وانحيازه للدولة الإيرانية. المهم هو مستبعد، الناس بكره تزيد. أنا أقول لك حاجة اللي عجبتني في هذا الرجل، وهو وقوفه دائما مع القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة. أنت أيها المسؤول القطري ما صدقتش على حفيظ دراجي، حتى هو جال بالقناة هذه في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا. أي كأس عالم، أي جزائري أو أي عربي يريد مشاهدة تعليق مباراة بالتعليق تاع حفيظ دراجي. كل شيء بيد الله، وكما يقولوا ها خويا سعيد وخدم تما، ويقول لنا كلمة في حق هذا كما يقولوا شرف الجزائر بالنسبة لنا. ما يختلفوش اثنين أنه حفيظ دراجي كصحفي من أحسن الصحفيين، من المؤسسين اولا تاع القناه هذه، واعطى دار جروند بوبليسيتي في البين سبور، وبين سبور اصبحت معروفه، وكان هو من المساهمين باش لحقت المستوى هذا. ما نتكلموش على، ولكن احنا ما نظلموش الناس، رانا في رمضان ورانا مؤمنين اخي ناصر. نقولوا الكلام اللي لازم نقولوه. كل بلاد خويا عنده نظامه. احنا الفوضى اللي كنا نتكلموا عليها قبيله نتاع جوار يجي يضرب مونترينور والدنيا والجوز. لا سعيد، انا عشت 20 سنه في قطر، لعبنا دي ماتش وين لعبت كنا نلعبوا هكذاك دي ماتش دي تورنو وكذا، تشتم او تسب الدين او تكفر مع لاعب، وداخل الشرطه برا تجي ترفدك تديك. الناس دايرين يا اخي، دايرين حدود وما لازمش تفوت. انا مع الدراجي، انا نوقف مع حفيظ الدراجي كجزائري، نوقف معه اكيد 100%. لكن عندهم هما واحد، انت رياضي، الامور السياسيه ابعد. تالو هالصحفيين المغاربه. لا انا معك سعيد، انا على بالك علاش تكلمت هكذا على حفيظ، لانه هناك مسؤول سمعته في قطر يتكلم انه كان يتقاضى لا صوم كداليا بار موا، لو كونت تاعو شحال فيه، لو كان ماشي قطر بسمى هذا حفيظ دراجي ما ياكل ما يشرب، راهو غلط يا سعيد. لا حفيظ دراجي يخدم في كل القنوات في العالم. ها واش حبيت ترجع على هذا المسؤول يتكلم عليه؟ كان المشكل بين السعوديه وقطر في نهضه على لومبارغو على قطر. حفيظ دراجي وقف مع قطر، بارك الله وقف لان عايش في قطر، وقفنا الكل مع قطر. اليوم كان امور خارجه عن الاطار الرياضي، وانت كرياضي انا رايي الانسان يكون شويه يبعد شويه على الحساسيات، لان السياسه احنا ما نعرفوش واش كاين لو فون. احنا رياضيين ما نتكلموا الى الرياضه، وانا جو سوي كونتر رياضي يجي يتكلم على السياسي والمسؤول في الايكونومي ولا خبير في الايكونومي يتكلم على الرياضه. كل واحد يا اخي يتكلم على المجال اللي يعرفه واللي متمكن فيه. هذا رانا نعانيو فيه هنا، حبينا نقولوا إيه لا، ولكن يبقى حفيظ دراجي قامه كبيره. ممكن زلة لسان، ممكن عبر عن رأيه بشجاعة وقال نديروا واش حبيتوا، ولكن احنا نصالي اون ديفون حفيظ دراجي في كل ما قام به في قطر. يعطيك الصحة خويا سعيد. خويا مختار، علق عليك وشفت وتحب تسمع حفيظ دراجي يعني كلام حول هذا الجزائري الأصيل.
ولا غير بون لعب كونتراليه ثاني كيلعب ماتش ولا كونتراليه في المولوديه. انا واش نقول لك حفيظ الدراجي عنده شخصيته، قام في قامه يعني الصحفيين في بين سبور، خلى مكانه تاعو، ولكن هو عارف ادرى باموره، الى لو كوراج دو دير واش عنده، باسكو هو يكتب شويه على السياسه. انا السياسه خاطيني، يعني انا نقول لك احنا ندافع عليه من جهه تاع الناس باش تدخلوا في الشخصيه تاعو. نو انا كونت دوك الكونت تاعو شحال عنده، بصح تعب عليه هو باش تعب عليه، خلى دارو، خلى الجزائر، راح تما خدم. اما امور هذوما هو عنده يعني شخصيته، على باله بلي ادرى واش دار. احنا نقولوا له ربي يعينك. شوف بالك نلخص اخويا ناصر، حفيظ الدراجي لا كارير تاعو راهي موراه، يعني ديباساها كاع داير، هو شاب و 61 سنه، ماهوش نقولوا 61 سنه يعني كبير، مي لا كارير اللي لازم يديرها 61 لا زي 64 تقريبا كيف هو صغير عليا بعامر 64. حبيت نقول لك بلي بون 64 اللي جان بارابور تما الفيكي تاعو، هو خدم بزاف، خدم لهنا خدم لهيك، لان هو اللي يعاون القناه ماشي هي اللي عاوناتو. بارابور لواحد الوقت وين كان معلق، دي فوا يولي نمبر 1، ولا دانيير فوا ريسامون ما عندهاش هذيك تاع الماتش تاع الانجليز مانشستر يونايتد، دارت ترند وعرفوا به، هو معروف في العالم، زاد تعرفوا الناس يعني اللي ما يعرفوش اللغه ودوموندو يشوفوا دي ماتش في انجلترا بالتعليق تاع حفيظ الدراجي، ماغري ما يفهموش باش يتبعوا جيست، يعني داروا ترند تاعو، دار حاجه هذه تاع امر تاع دراهم، رزق تاع ربي سبحانه يديه. واحد كيما الخدمه لازم تخلصوا ما تخلصوش قولوا درت. انت رضيت بهذا الشيء. القطريين بالك عندهم دراهم كما يقولوا، بصح هاد اشاك فوا يديروها هذه تاع عندنا رفدت دراهم، رفدوا الناس، رفدوا براني هذا قال جاء مسلم رفد عند المسلمين، رفد عندكم دراهم. تسمح لي باش نعطي انت كي تكلمت هذا الكلام جاتني واحد الاخر في راسي باش تعرف كيما صارت اليوم حفيظ الدراجي، صارت يا 5 و 6 الشنيوني نفس المشكل. انا نقول بزاف حنا ربي يحفظنا، حنا حرين، حنا كاين واحد برك اللي يشدنا ربي سبحانه، يا اخي شتو يكون سكير ولا هيدا نعرفوهم ويقول لك استغفر الله يا ربي ولا هيدا، ما كاش ما يقدرش من يعاود يولي تما، كاين ابار ربي سبحانه. انا واش حبيت نقول لك، علاش قلت لك 61 سنه واني جايب لك خويا ناصر دار واسمو، هما عاونوه، هو عاونهم باش يفالي هذاك النهار اللي كنت معاهم تهضر كلمه حق، تقول لا فيدراسيون هذا ماشي منشر ولا قول كلمه حق. الدراجي طاحت لوكازيون سيتي نون بيبليك وين يهضر كلمه حق ويخلصها، بالك يحبسوه من تم بون ديبارا، يحبس مي قال كلمه حق. انا شوي بور واش هضر، وشوي بور يقول كلمه ويخسر هذيك الخدمه هذيك، ولا ما يخسرهاش، ما يخسروه. وبالك انا نروح معك بعيد، الا يقدر شحال من بروفيسور، شحال من واحد دار حاجه رباتو الجزائر بعثاتو، عاودوا لك كمل. الا عندك ما يعطي يجي يمدوا في الجزائر وخلاص.